واش عمرك تخيلتي ان جثمان سيدة يبقى ساعات قدام المقبرة والناس كيرفضوا يدفنوها؟ هادشي ماشي فيلم، هاد الواقعة وقعت في الرشيدية وخلفات غضب كبير. معكم مصطفى من قناة اخبار يومية، تابعوا معنا التفاصيل. اليوم غنهضروا على واحد القضية صدمات المغاربة كاملين، بدات بخلاف قديم لكن سالات بطريقة خلات بزاف ديال الناس ما مصدقينش شنو واقع. في منطقة غبالو نكردوس نواحي الرشيدية، عائلة كانت جاية باش تدفن سيدة توفات وسط الحزن ديال العائلة والأقارب، لكن المفاجأة كانت صادمة. الجنازة تمنعات تدخل المقبرة، وقع توتر كبير بين الساكنة وسط صدمة الناس اللي كانوا حاضرين. بعض المصادر قالت أن السبب راجع لخلاف قديم بين جوج قبائل على أراضي سلالية، وكاين اللي قال أن المشكل مرتبط بملكية الأرض اللي فيها المقبرة. الوضع زاد سخونية مع تجمع عدد كبير ديال الناس، والفيديوهات اللي خرجت في السوشيال ميديا بينات الاحتقان والغضب اللي كان في المكان. والأصعب من هاد الشي كامل أن عائلة السيدة اضطرت ترجع بالجثمان للمنزل بعد ما تعطل الدفن لساعات. هاد اللقطة بالتحديد خلات المغاربة يتفاعلوا بقوة، حيث بزاف شافوا أن أي خلاف كيف ما كان خاصو يوقف عند حرمة الموتى. في السوشيال ميديا الناس كانوا غاضبين بزاف، كاين اللي وصف اللي وقع بالكارثة الإنسانية، وكاين اللي طالب بتدخل عاجل من السلطات باش ما يتعاودش هذا السيناريو. وسط هذا الضغط الكبير دخلت السلطة المحلية والدرك الملكي على الخط، وداروا اجتماعات ووساطات بين الطرفين لمحاولة تهدئة الوضع. وفي الأخير تم السماح بدفن السيدة، وخرج قرار رسمي بفتح المقبرة أمام جميع السكان لتفادي تكرار هذه الأزمة مستقبلا. لكن رغم نهاية الأزمة بزاف ديال الناس بقاو كيطرحوا نفس الأسئلة: واش فعلا الخلافات ممكن توصل بينا حتى المنع دفن الموتى، ولا خاص تبقى كاينه حدود عمرها تتجاوز مهما كان النزاع؟ خليو آراءكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنساوش تتابعونا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.